يا اهلا يا اهلا، صباح الفل. انا بس بسلق بيضتين على بال ما يستووا. حابه اقول لكم كلمتين. ايه يا ولاد، ايه يا شباب، ايه يا رجاله، مالكم في ايه كده؟ ما تفوقوا معانا بجد. يعني انا بسمع شكاوي من كل البنات اللي اعرفهم على موضوع الديتنج اب وعلى الرجاله بتعمله. ما تصحوا كده، اصحى. انت ايه اللي بتهببه ده؟ ايه اللي بتهببه وتنيله على الديتنج اب ده؟ مش مستوعبه ابدا ان في حد انت ممكن تقابل واحده لاول مره في حياتك تقول لها ايه السكس بوزيشن اللي بتحبيه اكتر حاجه. ايه القرف ده؟ انت مش حاسس انك مقرف؟ يعني مش حاسس ان انت مقرف وبتنط حواجز؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ وانا ما بقتش بستغرب يعني بقيت بطلت اقول لهم طب اديله فرصه يمكن يبان حاجه بعد كده. انا مش هقول الكلام ده. لا، ما تديلوش فرصه، لان هو متخلف، ما عندوش اي ذكاء اجتماعي، لان هو شخص تافه داخل بيشقط، مش داخل بيتعرف على واحده. ايه يا ابني يا حبيبي، انت ما عندكش حاجه تبيع بيها غير بتاعك؟ يعني يا ريته انه حاجه فور جرانتد. انت بتتكلم بس، انت عمال تتكلم ترغي عن قدراتك الجنسيه الهائله الفظيعه اللي مش هنشوف منها حاجه. يعني انا اعرف كذا حد والله لبس في الموضوع ده، يعني اتجوزوا اصلا مش بس مثلا يعني ربنا يعافينا ان هم راحوا عملوا علاقه خارج نطاق الجواز ولقيت ان كل اللي بتتكلم فيه بلح. لا، اتجوزوا فور ييرز، يعني سنه واثنين وثلاثه، وفي الاخر كل اللي كان وعدها بيه طلع بلح. انت ما عندكش حاجه تبيع بيها فعلا غير بتاعك والكلام عن الجنس. يعني ايه تكلم واحده اول مره تقول لها اصل انا الجنس مهم قوي في حياتي، فقولي لي انت بتفكري فيه كم مره في اليوم؟ انت ما عندكش شغله ولا مشغله؟ انت قاعد فاضي بس تفكر في السكشوال اوبسيشن اللي عندك؟ يعني هل ده طبيعي انه في بني ادم قاعد طول النهار ما بيعملش حاجه شغلته ويفكر في الجنس يعني وده انديكيتور لايه؟ يعني حتى لو هو اوبسيسد بالجنس which is ده مرض زي ما قلت قبل كده، وسكس ادكت وبيعمل علاقه جنسيه 3-4 مرات في اليوم، انت محتاج تتعالج. يعني ده مش انديكيتور كمان على كفاءتك في العلاقه الجنسيه. فبطلوا قرف، يعني بطل قرف. انت ما عندكش حاجه تتكلم فيها، تفكير مثلا، تناقشوا اتكلموا عن قضيه فلسطين. قول لها مثلا انت ايه اهتماماتك، بتعمل كروشيه وبتحب البطاطس مثلا. يعني انت ازاي كده؟ ازاي؟ يعني انا اعرف انه انا نفسي متجوزه من ديتنج اب، بس عمري ما شفت طبعا العيال دول كتير وكنت يعني بجامب تو ذا نيكست ليفل. خلاص يا حبيبي انت بلوكد ومع السلامه باي باي، عشان انت ما عندكش حاجه تتكلم فيها غير البريفرنس بتاعي. وانت مالك؟ يعني حتى لو بنتكلم في التوبيك ان جنرال كمناقشه عادي، غير لما تقعد تقولي وانت بتحبي ايه وانت لابسه ايه. لسه حد بيقول انت لابسه ايه؟ يا ابني ده انا من سنه 1984 بطلت اسمعها، انت لسه بتقولها انت لابسه ايه؟ ده انت تافه فشخ. يعني راعي انت بتكلم مين، الا لو انت داخل تشقط واحده بقى وتقول لك ابعت لي كارت فودافون اشحن لي ب100، فانت داخل تشقط. وبعدين معلش برضه سؤال، لو انت خلاص جايب اخرك وعايز واحده معاك على التليفون، يا حبيبي ادخل على استغفر الله العظيم يعني بورن سايتس واعمل كليك هير. ولا انت عايز كل حاجه ببلاش؟ يعني مش عايز حاجه تتعب فيها. وبعدين برضو اللقطه بتاعت تتعب فيها، هو ايه الترند قذر بتاع اصل انا عايز واحده تبسطني. طب انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه اما هي وتبسطك؟ انت دورك ايه في الحياه؟ انت عايز كل حاجه على الجاهز، يعني انت مش عايز تتعب، عايز علاقه داخل انت محدد هدفك. انا عايز سكس بس، نقطه من اول السطر. انت مقرف لان انت مش عارف يعني ايه جنس. طالما انت عايز سكس بس، لا قول انا عايز اقضي حاجتي، انا بس سخنان دلوقتي وعايز واحده عشان ارتاح، بس انت مش عايز علاقه. ما تدخلش على ديتنج اب وتكتب ان انت looking for relationship looking for marriage وانت بتبقى عايز علاقه سكشوال ونقطه من اول السطر. بطلوا تعملوا كده في بناتنا. البنات اتعقدت والله العظيم، اتعقدوا. يعني انا لما بريكومند دايما الديتنج اب بقول ان احنا بنوسع البول بتاعنا. خلاص احنا الناس اللي حوالينا في المنطقه عرفناهم، حفظناهم، عرفنا ان ما فيهمش بوتنشال، فعايزين نعرف ناس اكتر. فاعرفهم اكتر ازاي؟ المفروض ان في ديتنج اب يدخلوا بقى يا حبايبي على الديتنج اب يجي لهم صدمه حضاريه من كميه الرجاله التافهه اللي ما بتفكرش غير في الجنس. ما عندكش حاجه تانية تقولها بجد. وبعد كده يرجعوا يشتكوا يقول لك اصل هي عشان حلوه بتتنج، وانت عشان يعني على الاقل هي حلوه، في ايفيدنس ان هي حلوه، شكلها حلو، الست صارفه ومكلفه نفخه عامله اللي عاملاه، عندها حاجه حلوه بتعملها فليها حق تتنك عليها. انت بتتنك على انت بتبالي سمك في ميه، انت عمال تقول هعمل واسوي وفي الاخر
ممكن تطلع بلح، ممكن تطلع ما بتعرفش تعمل حاجه. حتى الفكر بتاعك غلط، ان انت بتقول هتبسطيني ازاي؟ ايه اللي تبسطيني ازاي؟ مع ان اهلك ما اتبسطت. ايه اللي هتبسطيني ازاي؟ انت داخل تدور على علاقه ولا داخل تدور على يعني هور واحده بفلوس؟ انت داخل تدور على واحده تيجي تعمل لك اللي انت عايزه وخلاص. يعني مش عارفه نحسبها. يعني والله انا حاسه ان خساره فيكم نصيحه، بس ما مضطره اقول لكم يعني بجد. يعني اصل المنتاليتي دي انا ببقى نفسي اشوفك على الواقع. انت في الواقع بتعامل الناس ازاي؟ انت بتشوف واحده تقول لها صباح الخير انا بتاعي طوله كذا، وانت بتحبي ايه السكس بوزيشن اللي بتحبيه؟ انت عملتي جنس قبل كده؟ ايه السؤال؟ يعني فين السؤال؟ ازاي حد يقابل حد اول مره يقول له كده؟ يقول له انت بتفكر في الجنس كم مره في اليوم؟ ازاي يعني؟ هو مش ان احنا نتعرف ازيك وعامل ايه واخبارك والدنيا والدين وبتفكر في ايه ورايح فين وجاي منين؟ يعني كل ده بعد كده نقوم ننط على موضوع الجنس. وستيل تاني وتالت ورابع انت بتتكلم، انت بتبيع بلسانك حاجه مش تنجبل. احنا ايش عرفنا؟ ما يمكن الناس كتير فاكرين نفسهم بيعرفوا، بيطلعوا ما بيعرفوش. يعني والله اعرف ستات كتير لبسوا بالطريقه دي، انه انا بحب كذا وانا كل يوم لازم وانا ما اعرفش ايه، واتجوزته بطه بلدي قعد سنه ما بيقرب لهاش. لا اصل انت ما مش عارفه تبسطيني، اصل انت بتقلعي تغيري هدومك قدامي، اصل ايه ده؟ فلا ما تشتروش سمك في ميه يا بنات ارجوكم. وانا اسفه ان انا بقول لكم ادخلوا على الديتنج اب، بس يعني هو مستنقع بقى فيه عرر كتير، ووسط العرر دول ان شاء الله تلاقوا رجاله محترم ان شاء الله. يعني ان شاء الله وي هوب سو. فالمختصر intimacy without commitment. ايوه ده ترند برضه موضوع الانتمسي without commitment. احنا عايزين اللي هو عارف friends with benefits، بس يا ريت حتى friends with benefits والله مبلوعه، على الاقل في كده emotional satisfaction. انت بتعمل لي بتملى فراغ في قلبي وعقلي وبنشير افكار ومشاعر انا حاسه انه في جانب انساني، فاحنا بعديها وي جامب انتو سكس مقبوله. يعني بغض النظر بقى عن الحلال والحرام ومعتقدات الناس، وكل واحد حر في معتقداته، بس الفكره نفسها مقبول. اما التاني انت عايز تيجي تنط من غير ما يبقى فيه اي بوند تاني. ايه القرف ده؟ يعني هستفيد ايه بجد؟ ما لو كده يبقى بقى الستات تقعد يعني تقعد تحط رجل على رجل، وانقي بقى على راي سوسن بدري لو كده انقي الراجل اللي هنام معاه. يعني ايه بجد؟ كميه قرف غير طبيعيه. المهم يا جماعه يعني ده بس كولينج للرجاله. انتوا بعد كده مش هتلاقوا الستات تعرفوا تتكلموا معاها، لان هم قرفوا وزهقوا. وسبيشالي يا ابني حبيبي راعي، انت بتكلم واحده سنها قد ايه؟ يعني 30 بلس. اختار بقى الكلام، اختار الكلام اللي هتقوله. ما تروحش تتكلم مع واحده في الاربعينات وتيجي تقول لها اصل انا هعمل فيكي واسوي، اصل انت عايزه حضن وطبطبه، اصل انت عايزه كادلينج، اصل انت عايزه نيله على دماغك، عايزه اعمل لك مساج في ظهرك. مش هتعزميني عندك في البيت ليه يا حبيبي؟ انت ابن سعاد فاكر نفسك في منهاتن؟ انا راي واحده صاحبتي جامده جدا تقول لي ابن سعاد فاكر نفسه في منهاتن. ليه هعزمك عندي في البيت بأمارة ايه يا ابني؟ بلاش غباء. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. بس انا فعلا بعتذر لكل البنات اللي قلت لهم ادخلوا على ديتنج اب وقابلتوا هذا النموذج العره من الرجاله. وبالنسبه للرجاله العره يعني هتبقى كارثه سودا لو انت كده في حياتك الحقيقيه بجد. انا مضطره اقفل لان البطين اتسلقوا وانا محتاجه اقوم افطر اكرم لي. يومكم زي الفل، وان شاء الله تلاقوا رجاله نظيفه ان شاء الله.